السلام عليكم. أحمد السقا ومها الصغير لسه مستمرين في حكايتهم الظاهر مطولة معانا شوية. أحمد السقا موجوع. ليه؟ لأنه بيحب مها قوي، هي شريكة حياته وحب عمره وأم أولاده، وكان متمسك بيها لغاية آخر وقت. أحمد السقا بيتوتي، بيحب الاستقرار، ما بيحبش تعدد الزيجات، لكن للأسف مها هي اللي سابت وأصرت على الطلاق لأن قلبها دق لطارق صبري. الغريبة بقى إن أحمد السقا هو اللي عرف مها بطارق صبري بطريق غير مباشر. إزاي؟ مها كانت عايزة تعمل برنامج، وده كان هيبقى أول برنامج خاص بيها هتستضيف فيه نجوم الوسط الفني، فطلبت من أحمد لأنه جوزها إنه يبتدي عن طريق علاقاته يتكلم مع الوسط الفني والأبطال أو الشخصيات اللي مها عايزة تتحاور معاهم. كان من ضمنهم مين؟ طارق صبري. أثناء اللقاء كده الظهر قلب مها دق، وبدأ يحصل بينهم اتصال وبعض كده الهات وخد عن الانستجرام، واتطورت العلاقة. فطلبت مها من أحمد الانفصال وأصرت عليه وحصل الطلاق. لكن للأسف مها ما خدتش هدنة، سريع سريع قررت ترتبط بطارق صبري. عشان كده القيل والقال كتير قوي الفترة دي، وعشان كده أحمد موجوع. لكن برغم كل الكلام ده أحمد ترك كل اللي وراه وكل الحواديت وكل القال والقلنا، وراح فين؟ راح الحج. راح يقضي فريضة الحج ويغسل قلبه ويغسل ذنوبه ويطلب من ربنا العفو والثبات. ربنا يربط يا أحمد على قلبك ويرزقك ببنت الحلال، وإن شاء الله تكون صفحة وتتقفل على خير. طول عمرك راجل وابن بلد، وإن شاء الله تفضل كده، وإحنا كلنا بنحبك وبندعمك. أختكم من اللايك والسبسكرايب عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.